في حياتنا ثقب اسود مش موجود في الفضاء، لا ده في ايدي وفي ايدك وفي ايد ولادنا وموجود في كل بيت. لقيته في بيتي وعند الناس كلها، بس يا ترى اتاخرنا ولا نقدر نلاقي له حل؟ اهلا بيكم. الثقب الاسود اللي موجود في الفضاء لحد دلوقتي العلماء مش عارفين بيحصل فيه ايه. يا ترى اللي بيدخل جواه بيعيش ولا بيموت؟ ايه التجربه اللي بيمر بيها؟ محدش عارف. بس هم عارفين حاجه واحده بس، وان الثقب الاسود ده قوه الجاذبيه بتاعته شديده جدا، كل ما بيتقرب منه كل ما بيبقى صعب انك ترجع. بيفكرني بالظبط زي الشاشه اللي في ايد ولادنا، مش عارفه ابني بيتعلم ايه جواها، ولا مدى تاثيرها عليه ايه، ولا بتشكله ازاي، ولا حتى هتاخده لحد فين. بس ده مش خوف، دي حقيقه. الثقب الاسود ممكن يكون مجهول، لسه العلماء مش عارفين نقدر ان احنا نتعامل معاه ازاي. بس الشاشات احنا نقدر ان احنا نتعامل معاها، ونقدر ان احنا كمان نحط حل جديد للمشكله دي. احنا هنا علشان نفهم ايه مخاطر الشاشات وايه مدى تاثيرها على اولادنا، وايه الحلول ان احنا نتعامل معاهم بيها باعمارهم المختلفه، علشان نقدر ان احنا نسيطر على الموضوع دوت ونحل المشاكل اللي بقت عند اولادنا الكتيره بسبب الشاشات. اول حاجه ان احنا لازم نواجه نفسنا ونعترف ان الشاشات مأثره علينا احنا كمان شخصيا، فما بالكم بقى اولادنا الصغيرين اللي اصلا ما يعرفوش العالم من غير شاشه. اكيد كلنا مرينا بالتجربه دي. تقول لابنك كفايه شاشه، ولا تقولي لبنتك خلاص كفايه لعب كده النهارده، ولا سيبي الجهاز بتاعك، ولازم بعدها تحصل كارثه ومصيبه، نكد بقى، عياط، زن، قله ادب، احنا ونصيبنا. اكيد انا عارفه دوت لاني مريت بيه وزيكم بالظبط، لان الشاشات مش مجرد لعبه، لا دي تكنولوجيا اتصممت مخصوص علشان تسبب الادمان ده لاولادنا ولينا كمان. وده مش كلامي، ده كلام الاكاديميه الامريكيه لطب الاطفال. نشرت تقرير بتقول فيه ان التطبيقات ديت صممت مخصوص علشان تخلي الاطفال يقعدوا وقت زياده اكتر على الشاشات، مش عشان تنفعهم باي شكل من الاشكال. وخاصة السوشيال ميديا اللي صمموا التطبيقات ديت بيستخدموا علم النفس اللي بيستخدم علشان يخلي الإنسان يبقى مدمن. كل حركة، كل صوت، كل لون، السرعة، فيديو بعد التاني، دي مش صدفة، دي مصممة مخصوص علشان الدماغ تطلب أكتر وأكتر. يعني مش حاجة غلط في الطفل ولا فينا، يعني احنا لما بنسحب منه الجهاز اللي بيعمله من عياط وغضب، ده ما بيبقاش نوع من انواع الدلع ولا قله الادب، لا انت كانك بتحارب نظام متكامل من الهندسه والعلم، ان انت عايز تغير النظام ده في لحظه. ففعلا بجد احنا بنتعامل مع مشكله حقيقيه. والاصعب من كده ان احنا اوقات بنكون عايشين معاهم في نفس السوق. اكتر من نص الاباء ولادهم بيتكلموا معاهم ويتواصلوا معاهم ويكلموهم في اي حاجه عن طريق الموبايل. يعني مش بس هم كمان انجذبوا، احنا فعلا بجد اتجذبنا بشكل كبير جدا معاهم. فاحنا هنا مش هنحكم على حد، احنا كلنا في نفس الموضوع والمشكله مع بعض. في 3 علامات بشوفهم كتير جدا بيدل فعلا بجد الولاد دول عندهم ادمان. العلامه الاولى الغضب، الغضب السريع والزياده والغير مبرر لما بيقفلوا الجهاز، او لما نقول خلاص كفايه سكرينز ولا كفايه شاشات لحد كده النهار. طفل كده تحس ان انت اخدت منه حاجه هو مش قادر يعيش من غيرها. والكلام دوت مش بيتكلم على الاطفال بس، حتى المراهقين كمان سلوكهم بيبقى عدواني جدا وسلوكهم بيبقى غير لطيف ابدا لما بيبعدوا عن الشاشات، او عموما حتى هم بيمارسوا الشاشات بشكل كبير. هتلاقي ان برضو سلوكهم اتغير جدا وبقى عدواني جدا عن الطبيعي بتاعهم، ودي علامه مش كويسه. العلامه الثانيه، تركيزه بيقل جدا في اي نشاط بعيد عن الشاشه، زي مثلا القرايه، اللعب. ده انت لو حتى طلبت منهم ان هو يجيب لك حاجه من جوه ولا يرتبوا حاجه، بتحس فعلا بجد ان تركيزهم قليل ومش مركزين ابدا. ليه؟ لان هو ابتدى يرجع للحياه العاديه الممله، مفيش حاجه ان هي تقدر ان هي تديله دوبامين زي الشاشات، ففي اي حاجه بيعملها بيبقى تركيزه قليل جدا وضعفان وملان ومش قادر ان هو يكملها للاخر. العلامه الثالثه، ان هو يطلبه اول ما بيصحى من النوم واخر حاجه قبل ما ينام، اللي هو كده لازم كورس مكثف. اول ما يصحى من النوم مش قادر، انا عايز السكرين، وقبل ما ينام برضو يفضل قاعد عليه لحد ما يقع من النوم. اي حاجه من العلامات دولت ده معناه فعلا بجد ان الطفل دوت عنده مشكله. واظن ان اغلبيه البيوت دلوقتي ممكن نلاقي فيها ال3 علامات موجودين، او على الاقل علامتين وظاهرين جدا جدا على اولادنا، وده معناه ان اولادنا في حاله ادمان للشاشات. طول السلسله ديت هنتكلم عن حلول من خلال مشاكل وحكايات مختلفه. بس اهم حاجه عايزين نتفق عليها ان احنا مش ضد التكنولوجيا، لكن احنا ضد استخدام التكنولوجيا الخاطئ، ضد الادمان، ضد الافراط. وهو دوت اللي احنا عايزين نصلحه، ان احنا عايزين نستخدم التكنولوجيا مش هي اللي تستخدمنا. الثقب الاسود عمره ما كان عدو، لكن احنا اللي بنخلق ان هو يبقى فيه عداوه لما نروح نقرب منه ويجذبنا ويموتنا، او يبقى ياخدنا لطريق احنا مش عارفينه. هي دي ساعتها هنكرهه. لكن هل هو الثقب الاسود هو كده قاعد لوحده؟ ما فيهوش فيه اي مشكله، لكن المشكله ان احنا اللي بنستخدمه غلط. عايزين بقى نقدر نفهم ازاي نقدر ان احنا نستخدم التكنولوجيا لصالحنا ولصالح ولادنا، ومن غير ما ننجذب للثقب الاسود. وهنتعلم ده مع بعض خطوه بخطوه. الاجيال اللي قبلنا عرفت الحياه من غير شاشه، والاجيال اللي بعدنا ما عرفوش الحياه غير بشاشه، واحنا الجيل اللي في النص اللي عرفنا الحياه من غير شاشه وبشاشه. يبقى دورنا ان احنا ناخد بايد ولادنا عشان نقدر ان هم يعيشوا حياه طبيعيه وصحيه. دي ميزتنا مش عيبنا، احنا اللي نقدر بس نفرق.
وعلشان كده مهم قوي ان احنا نبقى مع بعض في السلسله ديت، ونقدر ان احنا نوصل لوعي اكبر عدد من الناس، علشان احنا محتاجين ان احنا كلنا ولادنا يسيبوا الشاشات. انا لو انا عملت ده لوحدي دايما ببقى حاسه ان في قوه جذب خارجيه، لكن لو كلنا ساعدنا بعض وقفنا جنب بعض فعلا بجد هيبقى الوضع احسن بكتير لاولادي ولولاد كل الناس اللي حواليا، ومن غير كلنا ما ننجذب في الثقب الاسود. ابعتي الفيديو دوت لكل ام ولكل اب حاسه فعلا بجد انه هيفيده، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير، واكتبوا لنا رايكم في الكومنتات. منتظراكم في الحلقه اللي جايه نحكي ونتعلم حاجه جديده.